أبو تريكة: الأهلي لم يقصر مع علي معلول، والموسم الحالي الأخطر في تاريخ النادي. أكد محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي السابق إن الإدارة لم تقصر مع التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء. وقال أبو تريكة في تصريحاته: إدارة الأهلي لم تقصر مع علي معلول ومنحته حقه، وحصل على قيمة عقده رغم إصابته ووضعه في قائمة الانتظار. وتابع: من غير اللائق الادعاء بأن الأهلي غدر بعلي معلول، وهذا غير صحيح، والموسم الحالي من أخطر المواسم في تاريخ الأهلي، ولازم أن يكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة في المباريات. وواصل: في حال عدم تدعيم الأهلي صفوفه بشكل جيد في شهر يناير سيتأثر بشكل كبير، والأهلي لم يقصر مع علي معلول وهو يستاهل، وسبق للعديد من النجوم في العالم أن يتم الاستغناء عنهم. وأردف تريكا: معلول نجم من نجوم النادي الأهلي، وظروف الإصابة شيء طارئ لا دخل الإدارة فيها، وهناك مشكلة في الجبهة اليسرى في الوقت الحالي، ويجب مشاركة كريم الدبيس وتواجد يحيى عطية الله على مقاعد البدلاء. والشدد من الطبيعي أن الباك اليمين والشمال في الأهلي يقوما بأداء الأدوار الهجومية بشكل مميز، وخالد عبد الفتاح ممكن يقعد مباراة كاملة بدون عرضية وحيدة، ويجب أن تكون الجبهة اليسرى قوية لأن الأهلي بيلعب دايما على المكسب.